السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام، متابعين قناة ملعب الكورة. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. إن شاء الله هنتكلم مع حضراتكم بالتفاصيل عن قرعة كأس الخليج الأولى للشباب التي ستلعب في السعودية بمدينة أبها بإذن الله تعالى. كل التفاصيل عن البطولة، موعد البطولة ونتيجة قرعة البطولة ومستويات المنتخبات في هذه البطولة، وكمان هنتكلم عن نظام البطولة و الفرق المشاركة في هذه البطولة. كل التفاصيل بإذن الله تعالى ستعرفها في هذا الفيديو، ولكن قبل ما أبدأ أتكلم معاك حابب إنك تصلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لو أنت أول مرة تشوفنا يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولو تدعمنا بلايك يبقى كتر خيرك. انتهت منذ قليل قرعة كأس الشباب الأولى التي ستلعب في السعودية بإذن الله تعالى للشباب، بطولة كأس الخليج الأولى للشباب. انتهت القرعة عبر الاتصال زوم، وهتتلعب في الفترة من 28 أغسطس إلى 9 سبتمبر المقبل بإذن الله تعالى في السعودية، بمشاركة كل من السعودية وقطر والعراق والكويت وعمان والبحرين واليمن ومنتخب مصر الذي سيشارك بديلا لمنتخب الإمارات الذي أعلن انسحابه أو اعتذاره عن هذه البطولة. تقسيم القرعة في هذه البطولة: أولا نظام البطولة هيكون كالآتي: مجموعتين، مجموعة أولى ومجموعة ثانية، كل مجموعة مكونة من 4 فرق، يصعد صاحب المركز الأول والثاني، وفي نصف النهائي يتواجه صاحب المستوى الأول في المجموعة الأولى، المركز الأول في المجموعة الأولى مع المركز الثاني من المجموعة الثانية، والعكس صحيح، صاحب المركز الثاني من المجموعة الأولى يواجه صاحب المركز الأول من المجموعة الثانية في دور نصف النهائي، واللي هيكسب من المباراتين هيصعد للنهائي مباشرة بإذن الله تعالى. كان تصنيف الفرق كمستويات، كتصنيف في المستوى الأول كانت العراق وقطر، كان منتخبان العراق وقطر. في المستوى الثاني السعودية وعمان. المستوى الثالث الكويت والبحرين، والمستوى الرابع منتخب مصر واليمن. على أن تسفر هذه القرعة بالنتيجة الآتية: في المجموعة الأولى ضمت كل من المنتخب السعودي المستضيف السعودية وقطر والكويت واليمن. المجموعة الأولى السعودية، الكويت، قطر، اليمن. أما المجموعة الثانية التي تضم كل من عمان والعراق والبحرين ومصر. دي المجموعتين بتوع البطولة بإذن الله تعالى. زي ما كلمتك بالظبط، عندك منتخب السعودية هيكون معاه المباراة الافتتاحية بينه وبين منتخب اليمن بإذن الله تعالى. لم يتم تحديد الموعد بالظبط، يعني التوقيت بالظبط، هتكون يوم 28 أغسطس مباراة الافتتاح. هيكون منتخب السعودية واليمن، لأن بتبقى المجموعة صاحب الأرض المستضيف هو بيكون صاحب مباراة الافتتاح، التصنيف الأول أو على رأس المجموعة، مع المركز الرابع أو المستوى الرابع في هذه المجموعة. إن شاء الله تعالى بالتوفيق للأفضل في هذه البطولة. بطولة يعني تفتح آفاق جديدة للشباب، بتوفر منصة للتنافس واكتساب الخبرة الدولية لعناصر الشباب اللي بنحتاجها في المنتخبات الكبيرة بإذن الله تعالى والمواهب الشابة في هذه الدول. شكرا لكم، وبإذن الله تعالى نشوفكم في فيديو جديد في تحديد موعد المباريات بإذن الله.